في الفيديو اللي فات نزلنا هدوب في سنجل نود كلاستر وتأكدنا ان هو شغال وشفنا الانترفيس بتاعته. في الفيديو ده هنعمل انترودكشن عن الهدوب ماب ريديوس او البارادايم، الطريقة اللي بتستخدمها عشان تعرف تعمل بروسيسنج لديتا على هدوب كلاستر. فهنمشي ورا التوتوريال ده، برضه هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. خلونا نمشي معاه. اول حاجه عشان تعمل كود هدوب ماب ريديوس طبيعي عاده بتكتبه بجافا عشان تستخدم لايبرز هدوب. بس هدوب في حاجه اسمها هدوب ستريمينج. هدوب ستريمينج ده عبارة عن library الهدوب بتخليك تقدر تعمل هدوب ماب ريديوس باستخدام كود اي programming language موجودة. ازاي؟ ان هو بيستخدم الانبوت ستريمز ستاندرد ان وستاندرد اوت. فممكن تكتب باي programming language كود للهدوب ماب ريديوس تعمل الهدوب ماب ريديوس على اي كلاستر. تمام، فده introduction عن الكلام ده. الهدوب ستريمينج لايبرري بتنزل مع اي هدوب ديستريبيوشن بتلاقيها في العادي، وهنشوف دلوقتي ازاي نستخدمها. تمام. فعشان نستخدم الهدوب ستريمينج لازم الاول نكتب الكود بتاعنا. الكود بتاعنا يبقى عباره عن ماب ريديوس، عباره عن حاجتين، حاجه اسمها ماب وحاجه اسمها ريديوس. فالماب بنعمل له حاجه اسمها مابر، والريديوس بنعمل له كود اسمه ريديوسر. فاحنا لازم نكتب الاثنين. هنعمل اكزامبل ان احنا عايزين نكاونت عدد الكلمات باستخدام ماب ريديوس بارادايم، اللي هو زي ما شرحنا في اول فيديو خالص، اللي هو هتقسم فايل الاجزاء وكل جزء هتابلاي عليه الماب والريديوس. الماب بتقسم الفايل لبارتس كبيره جدا او لنتائج معينه، والريديوسر بياخد النتائج دي يجمعها زي ما شرحنا في فيديو قبل كده، زي نتائج الانتخابات. الماب عباره عن العدد بتاع الاصوات في كل لجنه. الريديوسر هو اللي بيجمع بيجيله الصم التوتال بتاع الاصوات اللي في اللجنه، يجمعهم مع بعض عشان يطلع بالصوت المجمل على الدوله كلها للمرشح ده مثلا. تمام، فبيتكلم على الانترودكشن اللي كنت بقول لكم عليها دي. تمام، فاول حاجه لازم نعملها هنكتب الكود بتاع الماب ريديوس. المابر هو تاني اللي هيبريك داون الانبوت، يطلعه ليونتس صغيره كده عشان الريديوسر يعرف ياخدها ويجمعها. فهو كاتب هنا اكزامبل لمابر هنعمله برضو. تمام، بفتح جيرت اهو. تمام، فده المابر بتاعه وكاتبه بايثون عادي خالص، هعمله كوبي بيست زي ما هو. بس هو فينا حاجة ان ده بايثون 2 مش بايثون 3، بس هحتاج اغير شوية، هحتاج اغير كام حاجة في السينتاكس. ده تمام مش مشكلة. البرنت دي لازم تتغير عشان بايثون 3 البرنت فيه مختلفة شوية عن بايثون 2، فهحتاج اعمل كده. تحتاج تعمله كده برضه لو انت تستخدم بايثون 3. وكده الكود ده compatible لبايثون 3 كده. تمام. هيقول لي ايه الكود ده. هحطه هنا في htdoser اسميه mapper.py. تمام، عندي permission. ما عنديش permission. طب خلاص اسيبه عندنا في اليوزر بتاعنا. تمام. المابر دوت باي هياخد احنا قلنا انه بيستخدم الستاندرد ان والستاندرد اوت الهدوب ماب ريديوس. فاللي بيحصل انت بتقرا الانبوت عادي خالص، يعني انت عندك فايل كبير جدا بتقراه سطر سطر في الستاندرد ان. المابر بياخد كل سطر يشيل منه التريلينج وايت سبيسز. تمام. بعد كده هيسبلت على على المسافات، اللي هو كان لو جمله هياخد كل كلمه لوحدها، يبقى عنده list of words، وكل كلمه من الكلمات دي كل اللي هيعمله ان هو هيemit. اسمه الموضوع ده اسمه emission. هيemit، هيقول انا شفت الكلمه دي مره، انا شفت الكلمه دي مره. فلو مثلا شاف كلمه انا 5 مرات في الجمله، هيبقى في 5 عداد من دول، 5 عدات من دول، اللي هو انا جنبها واحد، انا جنبها واحد، هتقوم جايه 5 مرات. فالريديوسر لما توصل له 5 مرات الموضوع ده هيفهم ان انا اتقالت 5 مرات في الجمله دي. ده فكره المابر، ان هو تديله سطر يقسمه او تديله انبوت معين يقسمه ليونتس صغيره جدا، يبعتها للريديوسر. الريديوسر يعد الحاجات دي كلها او يريديوسها مع بعضها، يجمعها مع بعضها، يطلع بالرقم الكبير. ده كان المابر. نفس الفكرة في الريديوسر، هو برضه عامل الكود اللي هو هيستقبل الكاونت ده الناحية التانية. فهنا الكود ده زي ما قلنا هندخل له مثلا تكست، هيقسم كل كلمة فيه ويقول أنا شفت الكلمة دي مرة، شفت الكلمة دي مرة، شفت الكلمة دي مرة، كل ما يشوف كلمة. فبحيث إن احنا لما نجمعهم كلهم على بعض في الآخر في الريديوسر يبقى عندنا عدد الكلمات المجمل لكل كلمة. نعمل الريديوسر، عملت له كوبي اهو، فجي اديت، حطه هنا. الريديوسر هو ده برضه بايثون 2، هحتاج اغيره عشان نشتغل على بايثون 3. معظم الحاجات اللي هتتغير ان انا اغير البرنتس بس اعتقد.
البرنتس كلها لازم تتغير، فده برضه هتبقى نفس الفكره بالظبط. والبرسنت اس ممكن اعملها بالريبليس اصلا، مش لازم ريبليس برسنت اس ده. تمام. بس كده خلاص، كده خلاص تقريبا يعني. ممكن كان استسهل عشان انا كسول. ده فورمات بس replace all. زي الفل. بس رجع دي المسافة دي، ونرجع ده كده، واقفل البراكت ده، هعمل نفس الكلام تحت. اقفل البراكت ده، المسافة دي والمسافة دي، وهحتاج مسافة عشان البرنت برضه، نسيت على الموضوع ده. ده كده غلط. تمام بالظبط. فكده هبرنت الموضوع ده بيسموه string formatting في بايثون 3. ده زي فكرة البرسنت اس بالظبط. فانت بتحط ده تمبلت كده، هتملاها بحاجة بعدين وتقول له ان انا عايز احط هنا وهنا، فالكارنت وورد هتخش في الاولاني والكارنت كاونت هيخش في التاني. نفس الكلام هنا بالظبط. ده كود الريديوسر اللي هياخد خلينا نسيبه الاول، هياخد الكاونت بتاع المابر بيطلعه. فهيعمل ايه؟ هيعمل الاتي. هياخد كل حاجه بتجيله من ستاندرد ان. الستاندرد ان اللي هو بيقراه هنا الريديوسر هو اللي البرنت بتاعت هنا. فالبرنت اللي بتطلع له في المابر اللي احنا بنمتها في المابر بتوصل للستاندرد ان بتاع الريديوسر. بيعمل نفس الكلام تاني. هو بيوصل له عباره عن حاجه بعد كده تاب، اللي هي التاب اللي هي التاب اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل كام مسافه كبيره دي. بعد كده العدد، فاللي هو كلمه تاب واحد. هو هيستقبل نفس الموضوع ده ويقول لك ان دي كلمه، بعد كده ده العدد بتاعها. هيقلب الكاونت عشان هو string قريب ستاندرد، ان هيقلبه الرقم لانتجر. ولو ما عرفش يبقى هو مش رقم، ده كده بي gracefully failure، يعني graceful failure عشان ما يerrors out، ما يحصلش error ويفشل. بعد كده بيشوف لو عنده عداد لكل الكلمة اللي هو معاه دي اتعدت كام مرة. تمام. فبيقعد يزود عددها لحد ما يوصل لعدد المرات اللي هي اتقالت فيها. اللي بيحصل في الماب ريديوس ان هو في خطوه في النص اسمها سورت. فاللي بيحصل ان انت بتضمن في الخطوه اللي في النص ان الانبوت اللي داخل الريديوسر مترتب. بمعنى الاتي، هنشوف دلوقتي بالاكزامبل الكلام هيبقى اوضح اكتر يعني. بس المهم اللي بيحصل هنا ان انا طول ما انا بعد نفس الكلمه اللي هي كلمه انا، هزود العدد واحد. فانا هنا دخلت جات لي كلمه انا، عديتها تمام، بقى عديتها واحد. كده بشوف الكلمه اللي بعدها، لسه بشوف لقيتها لسه زي ما هي current word، لسه انا الكلمه الجديده هي لسه نفس الكلمه اللي هي انا، عدها بقت اتنين، وهكذا لحد ما اخلص عدها تمام. بعمل كده لكل كلمه بتخش لي في الريديوسر. تمام. خلينا نشوف ده هيشتغل ازاي. أم التوتوريال يعني في طريقه ممكن تست بيها الماب ريديوس عامه من غير ما يكون عندك هادوب كلاستر. ممكن تستخدمها بالتيرمينال معايا. فهنعمل الاتي. هو مبدئيا تمام. هنعمل الاتي، بتاكو السطر ده كانه سطر يعني في كانه فايل هتاكو لما تعمل اكو الحاجه في التيرمينال بتطلع تاني قدامك يعني. الموضوع ده اسمه بايب. البايب معناه انت بتباصي انبوت لحاجه معينه. فانت هتعمل الاتي، هتقول له اكو اكو الكلام ده للمابر. تمام. سواء المابر مش عامل له كانه اكسكيوتور فاسمها بايثون يعني. هقول له كده، وده الاوتبوت بتاعه. اللي حصل ان المابر عمل ايه؟ شاف كل كلمه من دولت قسمهم، فقال انا شفت فو مره، انا شفت فو مره، انا شفت كيو يو يو اكس مره، شفت لابز مره، وشفت فو كمان مره، وشفت بار مره، وشفت كيو يو اكس كمان مره. تمام. ده كل المابر بيعمله، غبي جدا. هو بس بيعد كل كلمه حصلت قد ايه. كل ما يشوف كلمه بيزعق يقول انا شفتها، انا شفتها، انا شفتها. تمام. عايزين نتست مع الريديوسر بقى، لازم نحط الخطوه اللي في النص اللي هي بتسورت دي. السورت خلينا نجربها لوحدها. لو عملت كمان بايب يبقى ده هيطلع الاوتبوت اللي هو ده، هيبصيه للخطوه اللي بعدها اللي هي السورت. لو قلت له سورت هيعمل ايه؟ هيسورت كده، هيرتب ان البار تبقى البارات مع بعضها، والفئات مع بعضها، واللاز مع بعضها، والكيوهات مع بعضها. السورتنج ده مهم عشان الريديوسر غبي، مش محتاج يفكر ان هو يعرف يعد. هو هديله حاجه مترتبه، هيفضل شايف طول ما هو نفس الكلمه معاه. فهو فو ادي واحد، فو ادي اتنين، فو ادي تلاته. لابس دي مش فو، يبقى كده فو خلصت عدها تلاته، نبدا نعد لابس. هو الريديوسر كود غبي جدا. تمام. فده الاوتبوت بتاع السورت. لو عملنا لهم لينك كلهم مع بعضهم بقى، نقول له بايب كمان مره للمابر، هنشوف الاوتبوت النهائي. الريديوسر قصدي، سوري، هنشوف الاوتبوت النهائي. ده هيبقى عامل كده بالظبط. هو الريديوسر هيريديوس السطور دي كلها، هيعمل لها كولابسنج. فاللي هو هيشوف ان الفو دي 3 سطور، يبقى ده 3 مرات، يبقى هكتبها في سطر واحد بس تبقى 3.
الكيو سطرين يبقى هي مرتين، هكولابسها في سطر واحد يبقى اتنين. من هنا اسم ريديوسن الريديوس ان هو بيعمل ريدكشن للاوتبوت. فهي نفس الفكره، فعدل بار لقى واحد، عدل فو لقاهم ثلاثه، عدل لابس لقى واحد، وعدل كيو يو يو اكس لقاها اتنين. ده كده ريديوسر، فانت كده متاكد ان الكود بتاعك بيشتغل صح. كده لو اديته مثلا تكست بتاع قصه كبيره 500,000 صفحه whatever، هيمشي عليها سطر كلمه كلمه، هيعد ان هو شاف كل واحده، بعد كده هيرتبهم، وبعد كده هيعدهم. فطبعا انت لو اخدت بالكم من حاجه، ان الترتيب هو اكتر حاجه بتاخد وقت في الهماب ريديوس. دي اكتر حاجه، دي نقطه الضعف في الهدوب ماب ريديوس، ان انت لازم تسورت الاوتبوت ما بين الانبوت، ما بين المابر والريديوسر. فلما يكون الحجم الفايل كبير جدا اللي هو 500 الف لاين فعلا او مليون لاين تصور مثلا، السورتنج ده هياخد وقت كبير. ومن هنا ده التشالنج بتاع الماب ريديوس. عشان كده بنوزعها على مليون، على كذا كلاستر. في العادي بيبقى عندك مثلا 10 ماشينز، فال 500 الف لاين دول بيبقوا كام؟ بيبقوا 50 الف سطر مثلا. فكده كل ماشين تقدر تسورت 50 الف سطر من غير مشكله، بس واحده بس تسورت ال 500 الف هيبقى مشكله، خاصه ان السورتنج مش بالضروره يكون لينير. يعني مش بالضروره تعرف تسورت، عشان تسورت فايل كبير ما بيبقاش حسب ال يعني موضوع الكومبلكسيتي والحاجات دي انتوا عارفين يعني. تمام. فاحنا كده اتاكدنا ان الماب ريديوس، الكود ماب ريديوس بتاعنا شغال، بس احنا لسه مشغلنوش على الكلاستر بتاعتنا اللي احنا عاملينها، الكلاستر الصغيره دي. فهنعمل ايه بقى؟ نشغل الكود على هدوب. هنستخدم اللي هو الهدوب ستريمينج اللي اتكلمنا عليه في الاول ده. فاول حاجه انا احب اعمل نعمل انبوت اهبل كده زي اللي احنا عاملينه، فنعمل فايل جديد ومثلا hello this is me I am. ماشي، هنعمل الانبوت ده كده، ده نسميه input dot text. تمام. وده الانبوت اللي هدخله للهدوب كلاستر. انا عايز اعمل ماب ريديوس على الفايل ده. تخيل ان الفايل ده 500 الف مليون سطر، يعني هي دي الفكره. عايزين نطبق عليه كونسبت ان انا عايز اعد كل حاجه فيه اتقالت كام مره. ما تنسوش الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل ابلكيشن بجد على الموضوع ده، بس ده انتروداكشن للكونسبت. تمام. فانا كده عندي الفايل انبوت، عايز بقى ايه؟ اشغل الماب ريديوس، الكود المابر وكود الريديوسر على الانبوت ده، ويطلع لي اوتبوت في الهدوب كلاستر. فهستخدم الهدوب ستريمنج اللي انا قلت عليه ده. فالهدوب ستريمينج لو رحنا لهدوب اللي هو في يوزر ليب، لو فاكرين بالفيديو اللي فات، هو هنا هدوب. مش كان هنا؟ كان فين؟ يوزر لوكال، سوري. لوكال هدوب. تمام. ده كده الهدوب انستوليشن بتاعي. المابر والريديوسر بتوعي هنا همت، انا كنت نقلتهم قبل كده. بس حتى مش فارقه معانا، ممكن نستخدمهم اي حته في الفايل سيستم يعني. عايزين نشغل الهدوب ستريمينج. هنروح البين الاول. تمام. وعايزين نبني كوماند الستريمينج ده. كوماند كبير زي ما انتم شايفين، فخلينا نعمل له كوبي ونظبطه كده ايه على جنب. فاول حاجه احنا جوه بين، فمش عايزين بين هدوب، فاحنا عايزين الكوماند اللي عايزين نرنه. احنا لو دخلنا بين هنا الاول هتلاقي ايه؟ هدوب هنا ده هو الكوماند اللي هو هنا ده اللي احنا عايزين نرنه اساسا. فهنعمل عايزين نبيلد الكوماند ده. فاول حاجه تمام، عايزين نلاقي الهدوب ستريمينج جار، بس هو عندنا مش في كونتريب ستريمينج، هو في حته تانية هنا. في الديفولت انستوليشن بيبقى موجود في طب ثانيه، خلينا نرجع خطوه الاول، وهنا نبقى بره في بين. كده اسهل لنا ان احنا ننافيجيت. خلينا نحط بين تاني في الواقع، انا اسف. كده اسهل ان احنا نافيجيت للهدوب ستريمينج، عشان هو هتلاقوه جوه فين؟ هتلاقوه هو جوه شير باين. شير هدوب تولز. تمام. هو هنا سورس ليب، هو في الدايركتوري دي هتلاقي واحد من دول، هتلاقي ستريمينج 2.6.open jar، هو ده اللي احنا عايزينه بالظبط. فاحنا عايزين الباث بتاع الراجل ده. عشان تعرف باث فايل في لينكس ممكن تستخدم read link dash f. تمام. هيديك الباث بتاع المكان، الشيء كله يعني، بس احنا مش محتاجين الباث كله في الواقع، ممكن نعمل له ريلاتيف، مش مشكله، مش محتاجين نعمل ريد لينك. بس لو عملت ريد لينك هيرجع لك الباث بتاعه كله في الفايل سيستم يعني. بس احنا مش عايزين الباث كله، احنا عايزين بس مطرح ما هنرن الكوماند بتاعنا، ريلاتيف لمطرح ما هنرن الكوماند، فاللي هو من اول هنا، عشان انا في هدوب اوريدي. تمام. هحط الباث بتاع الجار هنا. تمام. ده كده الباث بتاع الجار.
تاني حاجه عايز اقول له مين المابر بتاعك. المابر بتاعي هو لسه في اليوزر بتاعي، مش في اليوزر بتاع هدوب. نفس الكلام هنا، ان هو الكوماند هنا بيقول له انت هتاخد الفايل ده هتعتبره المابر بتاعك. نفس الكلام هنا، انت هتاخد الفايل ده هتعتبره اليوزر بتاعك. هقول له انت هتاخد الفايل ده ما ينفعش طبعا تستخدم، سوري، ما ينفعش تشتغل على انبوت من بره الهدوب فايل سيستم. فاحنا لازم اول حاجه نحط الفايل بتاعنا ده في جوه الهدوب فايل سيستم. كان برضه التوتوريال بيقول كده هنا copy local example to HDFS، لازم نحطه في الهدوب فايل سيستم. فبنعمل كده ازاي؟ الهدوب فايل سيستم هو فايل سيستم عادي جدا، بس عشان تاكسسه لازم تكوله من خلال البين هدوب ده. فتقول له dfs-ls، تمام؟ ده كده بيعمل ls على الهدوب فايل سيستم. كده ما فيش اي حاجه في الهدوب فايل سيستم عشان ما فيش اي دايركتوريز فيه اصلا موجوده. فاحنا اول حاجه عايزين نعملها، عايزين نعمل اصلا في الفايل سيستم. فاقول له make dir user هدوب مثلا، تمام؟ هعمل اليوزر ده في اللوكال فايل سيستم. حتى make dir user ما شغاله يعني، مش محتاج اعمل اكتر من كده اصلا. تمام، هعمل ده كده الدايركتوري، ده كده هيعمل الدايركتوري دي. كده لو عملت ls دلوقتي، الفكره ان الهدوب فايل سيستم كان فاضي على الاطلاق، فلما اقول له ls مش هلاقي حاجه. لو اقول له دلوقتي ls direct user اللي انا لسه عاملها، هي ما اعترضتش، بس عشان فاضيه يعني. عايز انقل الانبوت فايل فيها بقى، فهستخدم كوماند اسمه dfs اسمه copy from local، تمام؟ هقول له copy from local وادي له الباث اللي انا عايز اكابي منه، اللي هو هنا input. عايز احط الانبوت ده في اليوزر، بس في مكان اليوزر في الدي اف اس، فاللي هي from to. فانا عايز بقول للهدوب فايل سيستم copy from local الانبوت اللي عندي على الكمبيوتر حطه في الهدوب فايل سيستم تحت الباث بتاع اليوزر ده، تمام؟ فهينقله وكل حاجه تمام. لو جربت ls تاني يوزر هلاقي الفايل ده بقى هناك دلوقتي، هلاقي ان هو فيه input.txt وحجمه 68 بايت. تمام كده الفايل ده جوه عندي، اقدر احطه في الماب ريديوس كوماند. فالانبوت هقول له ان هو في الواقع هو يوزر، تمام؟ انا لسه محطه حالا input.txt. الاوتبوت انا عايزك تطلع لي الاوتبوت هنا. هقول لك تطلع لي الاوتبوت في يوزر اوتبوت، طلع لي الاوتبوت في الدايركتوري دي، تمام؟ وده الكوماند بتاعي كده، ده الهدوب ستريمينج كوماند. هعمل له كوبي او بيست هنا كده واشغله واشوف اللي هيحصل. شوف انا عملت غلطه ولا لا، ما اظنش انا عملت غلطه يعني. تمام كده الكوماند شغال اهو. ده كده الاوتبوت بتاع الهدوب ماب ريديوس وكمبليتد سكسسفولي، مفيش اي ايرورز، مفيش اي حاجه. عايزين نشوف الاوتبوت بتاع اللي حصل بقى. هو في الواقع طلع يعني لو عملنا ls تاني، تمام، هنلاقي دلوقتي فولدر جديد المفروض اسمه اوتبوت. ده الفولدر الجديد اسمه اوتبوت. عايز اشوف الاوتبوت بتاع الهدوب جوب اللي انا لسه مشغلها حالا، طلع في الفولدر ده. هشوف الفولدر ده فيه ايه، الاقي فيه فايلين، سكسس ان هو كل حاجه نجحت 0 بايت. العادي انت بتشيك لو الفايل موجود، لو سكسس موجود يبقى الموضوع نجح، والنتيجه بتبقى في بارت 00. 000 دي معناها ان دي النتيجه بتاعه النود رقم 0000. طبعا لو انت عندك اكتر من نود يبقى عندك نتائج كتيره جدا، كل واحد هيطلع النتيجه بتاعته، انت في الاخر هتدمجهم مع بعض وكل حاجه تبقى زي الفل. فالمهم احنا عايزين نشوف الاوتبوت بتاع ده عامل ازاي. هنستخدم كات، تمام؟ كوماند كات اللي هو زي بتاع لينكس عادي خالص. اقول له وريني ايه اللي جوه الفايل ده، هلاقي ان الاوتبوت هو بالظبط اللي احنا كنا منتظرينه، اللي هو اول حاجه sorted ومعدوده. الاي اتكررت مره، الاجين اتكررت مرتين، ام كانت مره، هلو 3 مرات، مرتين، مره، ذا كانت مرتين، وذس كانت مرتين. فاحنا كده عملنا ماب ريديوس، استخدمنا ماب ريديوس عشان نعمل كاونتنج للسمبل انبوت حطيناه جوه الفايل سيستم بتاع هدوب، وان احنا شغالين عليه ماب ريديوس خلال هدوب ستريمينج باستخدام كود بايثون عادي خالص كاتبينه في اللوكال فايل سيستم بتاعنا. تمام. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل ابلكيشن يكون عملي اكتر من كده شويه باستخدام الماب ريديوس عشان نفهم بجد ايه الاستخدام الاساسي ليه.